سعر الثلاث موبايلات اللي معانا النهاردة ما بين 17 ل 18 ألف جنيه لنفس النسخة 256 جيجا بالضمان المحلي طبعا وبدون ضرائب. احنا جربناهم كلهم وعملنا لكل واحد فيهم فيديو مفصل، لكن في الفيديو ده انا عايزك تركز معايا للآخر لأننا هنقارن بينهم في 6 نقط أساسية هتحسم قرارك تشتري مين فيهم. بس كالعادة قبل ما نبدأ عايزك تنزل تعمل لايك لأنه بيفرق كتير في انتشار الفيديو، ولو كنت أول مرة تشوفني اشترك في القناة وفعل الجرس. لو هتشتري الموبايل أو هتشتري أي حاجة من موقع نون استخدم أكواد الخصم بتاعتنا واللي هتديك خصم إضافي. لو بتشتري من نون مصر اكتب AA11 أو AA22، ولو بتشتري من نون السعودية أو الإمارات اكتب RR33. هنبدأ بأول نقطة في المقارنة، وواحدة من أكتر الحاجات اللي فيها فرق واضح وهي التصميم. بالنسبة للواجهة الأمامية رينو 13F 5G وريلمي 14 بيجوا بنفس الشكل بالظبط، نفس حجم الشاشة والحواف ونوتش كاميرا السيلفي. اللي بيختلف عنهم شوية هو سامسونج A36. الاختلاف في سامسونج إن الحواف متماثلة من الأربع جهات، يعني مفيش حافة سفلية كبيرة وده بيدي شكل أحلى أكيد. الحاجة التانية اللي بيتفوق فيها سامسونج هي خامة الظهر، وده لأنه الوحيد فيهم اللي بيجي بظهر من الزجاج مع تصميم بسيط جدا وشيك في نفس الوقت. اوبو وريلمي الاتنين بيجوا بظهر من البلاستيك ولكن باختلاف واضح في طريقة التصميم. ظهر اوبو اشيك وبيرضي فئة اكبر من المستخدمين، خصوصا اللون البيربل واللي جاي بتصميم جناح الفراشة. ريلمي اختار الظهر بتصميم قوي في اللون الفضي ولكنه بيميل اكتر لفئة الشباب وخصوصا الجيمرز او محبي الالعاب. وبالنسبة للخامة فالاتنين من البلاستيك، ولكن البلاستيك في اوبو افضل من ريلمي. بالنسبة للسمك فسامسونج هو الموبايل الأرفع 7.4 ملي، بيجي بعد أوبو 7.8 ملي، وريلمي جاي بسمك 8 ملي. وزن الثلاث موبايلات متقارب جدا وكلهم أقل من 200 جرام. والحاجة الأخيرة في التصميم هي معيار المقاومة. الثلاث موبايلات بيجوا بمعيار يسمح بالغطس في المية العذبة. معيار مقاومة سامسونج IP67، ومعيار مقاومة أوبو وريلمي أعلى كمان IP68 و69. اختيار التصميم في النهاية حاجة بترجع لذوقك انت، ولكن بالمقاييس المعروفة زي الخامة والسمك وحجم الحواف اعتقد ان تصميم سامسونج هو الافضل بين الثلاث موبايلات. ندخل على تاني نقطة في المقارنة وهي الشاشة، واللي مش هنطول فيها لأسباب هقولك عليها دلوقتي. من حيث المواصفات فالتلات شاشات جايين بنفس المواصفات. النوع أموليد بدقة فول HD وتردد 120 هرتز، والتلاتة برضو نفس الحجم تقريبا حوالي 6.7 بوصة. كذلك الإضاءة الفعلية للتلات شاشات بتبقى حوالي 1200 نتس. اللي أنا عايز أقوله لك إن تجربة المشاهدة عليهم قوية وألوانهم ممتازة، وسيبك من فكرة إن شاشة سامسونج لا يعلى عليها، لأن خلاص كل الشركات بقت بتعمل شاشات قوية، وفي منهم اللي أحيانا بيتفوق على شاشات سامسونج في ضبطة الألوان. باختصار الشاشة مش هي الحاجة اللي تخليك تفضل موبايل عن التاني، ولو اشتريت أي موبايل فيهم الشاشة هتعجبك، لكن الحاجة اللي مرتبطة بالشاشة وفيها اختلاف حقيقي ما بينهم هي البصمة، لأنها بتيجي مدمجة في الشاشة في الثلاث موبايلات. وباختصار برضو وبدون كلام كتير، البصمة في أوبو وريلمي سريعة جدا ويعتمد عليها، وقليل لما تغلط في قراية صباعك. البصمة في سامسونج معقولة ولكنها أبطأ واحدة في الثلاثة، ومش متأكد إذا كنت هتقدر تعتمد عليها بشكل مستمر ولا لأ. النقطة الثالثة في المقارنة أنا عايزك تركز معايا فيها كويس، لأنها من الحاجات اللي هتحدد اختيارك بشكل كبير، وهي المعالج وتجربة الأداء. بس قبل ما نبدأ فيها عايز أفكرك تشترك في جروب التليجرام بتاعنا، لأنه بينزل عليه المنتجات اللي عليها عروض وخصومات قوية. هتلاقي الرابط تحت الفيديو، دوس عليه وبعدين دوس جوين أو اشترك. الثلاث موبايلات جايين بمعالج سناب دراجون 6، ولكن كل موبايل جيل مختلف. يعني اوبو سناب دراجون 6 الجيل الاول مع رامات 12 جيجا، سامسونج سناب دراجون 6 الجيل الثالث مع رامات 8 جيجا، ريلمي سناب دراجون 6 الجيل الرابع مع رامات 12 جيجا. سامسونج واوبو بيدوا نفس التقييم تقريبا على انتوتو، اللي بيدي رقم اعلى هو ريلمي، والسبب الرئيسي في ده هو المعالج الرسومي المسؤول عن الالعاب ادرينو 810. مبدئيا علشان نقفل جزء مهم في الاداء وهو الجيمز، لو عايز اقوى موبايل فيهم في الالعاب
يبقى بدون مناقشة ريلمي 14، سواء من حيث اعدادات الجرافيك لانه الوحيد فيهم اللي بيشغل PUBG مثلا على 90 فريم، اوبو وسامسونج بيشغلوها لحد 60 فريم، او من حيث حاجات تانية زي حجم البطارية الاكبر في ريلمي وزي وحدة التبريد القوية وحاجات تانية. طيب انت مش مهتم قوي بالالعاب او مش فارق معاك تلعب 60 او 90 فريم، يبقى تعالى نتكلم بقى عن الاداء العام في الثلاث موبايلات. بالنسبه لسامسونج فالاداء سريع ومريح في التصفح وفتح التطبيقات، وده الموبايل الوحيد فيهم اللي هيدعم تحديثات اندرويد لمده 6 سنين. ولكن النقط السلبيه فيه انه اولا هو الاقل من حيث حجم الرامات 8 جيجا. الحاجه الثانيه واللي لاحظتها اثناء الاستخدام ان حساسيه اللمس مش قويه قوي، يعني احيانا الشاشه ما كانتش بتستجيب لللمس من اول مره. الموضوع ده بقى مش موجود في ريلمي 14. حساسيه اللمس افضل، والسوفت وير عموما اسرع من سامسونج بفرق بسيط، ومعروف ان واجهه ريلمي اخف من واجهه سامسونج. ده غير كمان ان ال 12 جيجا رام بيريحوا الموبايل اكتر من 8 جيجا رام. لكن عارف مين اكتر موبايل فيهم مظبوط في تجربه الاداء؟ اوبو، لانه الموبايل الوحيد فيهم اللي الذاكره فيه من النوع الاسرع UFS 3.1. الذاكره في سامسونج وريلمي ابطأ UFS 2.2 مع رامات 12 جيجا برضو بتريح الاداء اكتر. فاوبو هو اكتر موبايل فيهم بيديك خلطه مظبوطه في مواصفات وتجربه الاداء الفعلي. باختصار لو ما يهمكش موضوع ال6 سنين تحديث اندرويد وعايز افضل موبايل فيهم للاستخدام اليومي العادي يبقى اوبو، اما لو عايز اقوى موبايل فيهم في الجيمز يبقى ريلمي. وصلنا الرابع نقطة في المقارنة، وواحدة من الحاجات المهمة، وهي استهلاك البطارية وزمن الشحن. من حيث الحجم فسامسونج جاي ببطارية 5000 ملي أمبير، وأوبو بطاريته 5800 ملي أمبير، أما ريلمي فهي البطارية الأكبر 6000 ملي أمبير. من حيث جودة استهلاك البطارية فدي واحدة من المزايا القوية في أوبو وريلمي. الاتنين باستخدام متوسط بيعملوا ما بين 9 إلى 10 ساعات شاشة مفتوحة، بمعنى إن الموبايل ممكن يقعد معاك يومين كاملين على شحنة واحدة، بعكس سامسونج اللي بيديك استخدام معقول مش وحش، ولكن بفرق واضح عن أوبو وريلمي. سامسونج بيعمل حوالي 6 ساعات شاشة مفتوحة، يعني البطارية هتكمل معاك اليوم مستريح، ولكن صعب تدخل في اليوم التاني. ولكن الحاجة اللي بيشترك فيها الثلاث موبايلات هي قدرة الشحن، لأن كلهم بيجوا بقدرة 45 واط، وزمن شحنهم بيبقى ما بين 80 إلى 100 دقيقة على حسب حجم كل بطارية. ولكن برضو زي ما احنا عارفين سامسونج مش بيجي معاه شاحن في العلبة، في حين إن أوبو وريلمي جاي معاهم شاحن. وصلنا لخامس نقطة في المقارنة، وهي الصوت في كل موبايل، وهنقولها بسرعة علشان نشوف بعدها المفاجآت اللي في آخر نقطة في المقارنة وهي الكاميرات، فخليك معايا للآخر. هنبدأ بالسبيكر، واللي جاي في الثلاث موبايلات من نوع ستيريو، هرتبهم لك باختصار وبدون كلام كتير. أفضل سبيكر فيهم من حيث جودة وعلو الصوت هو سبيكر أوبو، من أفضل سبيكرات أوبو اللي أنا جربتها في الفئة المتوسطة. بيجي بعده في المركز الثاني سبيكر ريلمي، نفس درجة علو الصوت بتاعت أوبو تقريبا، ولكن الجودة والتفاصيل أقل شوية، ولكنها تظل أفضل من جودة سبيكر سامسونج. سبيكر سامسونج مش سيء، هو مقبول، ولكن لو بتقارن ما بين السبيكرات الثلاثة سامسونج هيجي في آخر الترتيب. أما بخصوص صوت سماعة الهاند فري فالثلاث موبايلات مفهومش مخرج سماعة 3.5 ملي، وبيعتمدوا على مخرج التايب سي. الصوت في أوبو وريلمي جربته وكان عالي وبجودة حلوة، ولكن ما قدرتش أعرف صوت الهاند فري في سامسونج عامل إزاي، لأن الموبايل مش بيرضى يشغل غير سماعة تايب سي أصلية، وما كانتش متوفرة معايا وقتها. خلاص وصلنا لآخر نقطة في المقارنة، وواحدة من الحاجات اللي هتفرق في قرارك وهي الكاميرات. لو عايز تشوف صور الكاميرات بجودتها الأصلية هتلاقيها على حساب الانستجرام بتاعي، هسيب لك الرابط تحت الفيديو، بس ما تنساش تعمل لي فولو. الثلاث موبايلات بيجوا بكاميرا خلفية أساسية 50 ميجا بكسل، والثلاثة بيدوا صور حلوة، ولكن كل واحد فيهم بيلون الصورة بطريقة مختلفة. سامسونج بيديك اللون الحقيقي ومش بيلعب في الألوان خالص تقريبا. أوبو بيشبع اللون بزيادة وبيزود الإضاءة بحيث يجمل الصورة أكتر. اللي بيدي تشبع ألوان وسط ما بين الاتنين هو ريلمي، ده غير إن الصورة بتبقى شارب أو حادة أكتر، يعني لو عملنا زوم هنا هتلاقي إن التفاصيل أوضح في ريلمي. والمفاجأة التانية إنه أحسن واحد فيهم في التعامل مع الإضاءات المباشرة، يعني ال HDR أو الدايناميك رينج أقوى. هي الصورة فيها تجميل واضح، ولكن النتيجة حلوة وبتشد عينك وتحسسك إن الكاميرا أحلى.
تصوير ال3 كاميرات في الإضاءة الضعيفة بيدي صورة حلوة باستخدام الوضع الليلي، وكل موبايل برضه ليه طريقته في إضاءة وتلوين الصورة. ولكن لما هنيجي للكاميرا العريضة أو الوايد أنجل، ريلمي هيطلع بره المقارنة لأنه مفهوش كاميرا عريضة. دقتها في سامسونج وأوبو 8 ميجا بكسل، وبرضه بتلون الصورة بنفس طريقة الكاميرا الأساسية. سامسونج أقرب للون الحقيقي وأوبو بيشبع اللون بزيادة. ندخل بقى على المفاجأة اللي هنشوفها مع بعض في كاميرا السيلفي. أقوى كاميرا سيلفي فيهم مش سامسونج زي ما انت فاكر، سامسونج أقل واحدة فيهم. تخيل أقوى كاميرا سيلفي هتلاقيها في ريلمي 14. الصورة منورة أكتر وشارب أكتر وزاويتها أوسع. أنا عارف إن فيها تجميل واضح، لكن في النهاية أنا عايز صورة سيلفي حلوة. بتيجي بعدها في المركز الثاني كاميرا أوبو بتلوين أحلى من تلوين سامسونج. أما بالنسبة لتصوير الفيديو فال3 موبايلات بيصوروا لحد دقة 4K بالكاميرا الخلفية، وال3 بيدعموا التثبيت البصري. التثبيت البصري في سامسونج وأوبو شغال لحد ال 4K، لكن في ريلمي شغال لحد دقة الفول HD فقط. أما فيديو السيلفي فسامسونج الوحيدة اللي بتصور سيلفي لحد دقة 4K، في حين إن أوبو وريلمي بيصوروا سيلفي لحد دقة فول HD. بعد ما قارنا ال3 موبايلات، انا شايف ان اوبو هو اكتر موبايل فيهم بيديك خلطة مواصفات مظبوطة، تصميم شيك، سوفت وير سريع، بطارية باستهلاك قوي، وكاميرات متكاملة بصور حلوة. اما دلوقتي بقى فعايزك تعمل 3 حاجات مهمة جدا. اولا تشترك في القناة لو ما كنتش مشترك علشان توصلك كل فيديوهاتنا. تاني حاجة تستخدم اكواد الخصم بتاعتنا لو هتشتري اي حاجة من موقع نون. وتالت حاجة تشترك في جروب التليجرام، وهتلاقي الرابط بتاعه تحت الفيديو. مستني تعليقاتكم وأسئلتكم في الكومنتات. أشوفكم إن شاء الله الفيديو الجاي. سلام عليكم.